أنا اليوم بمدينة أرض السماء. مدينة كيآن. كي يعني أرض، وآن يعني السماء، وتعني مدينة أرض السماء. تقع هاي المدينة بمحافظة ذي قار قضاء الفجر. تسمى حالياً مدينة شميت. تعتبر هاي المدينة من أقدم المدن الزراعية بالعراق القديم، يعني عمرها أكثر من 7000 سنة. استمرت هاي المدينة وعاصرت حتى صارت وحدة من مدن فجر السلالات. هاي المدينة كانت مركز حضاري مهم خلال العصور السومرية والأكدية، وازدهرت بالتجارة والزراعة والمعمار الفريد اللي يروي حكاية مجد أمة عظيمة. بال1999 نقبت بيها بعثة عراقية، واكتشفوا بيها معبد كبير وبير مبني بطريقة يسموها السومريين عظام السمكة، يعني شكل البناء مثل عظام السمكة. واكتشفوا ألواح مسمارية تشير إلى أن المدينة كانت مركز إداري هام، وتم العثور على أواني فخارية وأختام اسطوانية تدل على وجود نشاط اقتصادي وتجاري كبير. أثناء الاكتشافات وجدوا غرف مغلقة من 4 جهات ما بيها باب، ويعتقد هاي الغرف لخزن المواد الغذائية ودخولها يكون من الأعلى. من وصلنا لهذا الموقع لاحظنا بقايا الأبنية الطينية والمعابد القديمة اللي تحمل بصمات الفن السومري، وأزقة المدينة وشوارعها تكون ضيقة والبيوت متلاصقة، ويعتقد أن هاي الطريقة بالبناء تحميهم من الغزوات ويقدرون يدافعون عن أنفسهم بصورة أفضل. من تدخل هيجي أماكن أثرية تتمنى ترجع بالزمن وتشوف البيوت شلون كانت مبنية والناس شلون كانت عايشة. لهذا السبب سويت لكم فيديو بالذكاء الاصطناعي. أتمنى تكون حلقة اليوم كانت ممتعة. أشوفكم بمدينة جديدة وحلقة جديدة من برنامج رحلة ذي قار.